المنتخب الوطني في كل ما حققته المولوديه لحد الان، لانه نيمبورت كال اونترينور جا المولوديه بنى لو بروجي جو ديالو على بن خماسه. سيكون غائبا في مباراه امام مولوديه صن داونز. التقى الاداره الثاني بومال بن يحيى وهذا موكوينا. بن خماسه كان تيتولار معاهم في ثلاثه، وكان لابياس ميترس في ليكيب. كل شيء يمر على بن خماسه، خاصه في الاسترجاع. مستوى ما شاء الله، افضل لاعب في البطوله الوطنيه بالنسبه لي، وهذا يبقى راي، رغم انه وسط ميدان دفاعي. مي كي تكون تعرف فوتبول، تبع فوتبول، تكون على بالك باللي بن خماسه سي لا بياس ميترس تاع المولوديه. نامبورت كال ليكيب تحب تبني فريق في المستقبل، واحد كيما بن خماسه ينقص لك 50% من الخدمه فوق ارضيه الميدان. نعم، فوز مستحق لمولوديه الجزائر اليوم. هل هو فوز المدرب ام فوز اللاعبين؟ لا، فوز الكل، فوز اللاعبين. من كان له التاثير اكثر في نتيجه المباراه؟ أنا أظن باللي المدرب عنده قسط من النجاح المولودية، واللاعبين عندهم قسط كبير. اوكي، من لديه الفضل الأكبر توسي؟ كيفاش انت شفت هذا السؤال؟ هذا محمد عبيد، اللاعبين فوق الميدان والمدرب تبعوا الاخر تاعهم. دوكا امير قال لي المدرب هو كلمه السر. المدرب نشكروه على كما يقول لك الفوز، واللاعبين مشكورين على الجهد البدني اللي قدموه. كما يقول لك اليوم مولودية اليوم، انا رايي الشخصي يعني. نعم، المدرب عمل خلطه سحريه اليوم فوزي. فاجأ المنافس، التشكيله لم تكن متوقعه. بانغورا يحال الى كرسي الاحتياط، تغييرات في الشوط الثاني ايضا كانت في المستوى. لو كان ما فازوش المولوديه، انت اللي من ترجعها على اللاعبين المدرب. بون، والفوز نعطيه غير اللاعبين. انا قلت لك بالنسبه لي المدرب كان له اثر ايجابي اليوم. هذا المدرب راهو يقوم بتغييراته وعلى باله الفريق ديالو شكون راهو يمد شكون ما يمدش. نعم. ومن بعد اللاعبين هما اللي رايحين يقوموا بالمردود والبدني واللعب في الميدان. ما تقوليش دوك انت المدرب ما كان اللاعبين ما يقوموش بالادوار اللي لازم. المدرب كل مقابله لا كانت تروح المجموعه اليوم. يعطيك الصحه، ولكن اليوم المقابله هذه ما تقدرش. مولوديه كانوا حتميه الفوز باش يقعدوا في نسق كما يقول لك تمنيات الجماهير باش يروحوا للسان داونز باش يعملوا مقابله باش يتاهلوا. لو كان اليوم ما تفوز ما عندك 7 نقاط، اليوم عندك 7 نقاط، ولكن نستناو المقابله تاع ميلودي سان داونز مع لوبوبو، وعندك اخر مقابله في سان داونز اللي راح تكون صعيبه، ومولوديه ما لازمش تخسر فيها باش يقدروا يتاهلوا. اول هزيمه للهلال اللي كان تعادل في جنوب افريقيا الاسبوع الماضي. نعم، اول هزيمه للهلال في هذه المجموعه. عنده انتصارين، تعادلين وهزيمه واحده. واليوم ما شفناش فريمون باش تشوف لو رول دو لونترينور تاع المولوديه موكوينا. اليوم ما شفناش الهلال في علي عمار بالفيزاج اللي موالف يبينوا. والمولوديه ضد سان داونز ايضا في ملعب علي عمار في مباراه الذهاب في الجوله الثانيه قدمت مباراه في المستوى تكتيكيا كانوا اعلى مستوى. شوف محمد، مي فو روندغ سيزار سكي لوي ابارتيان. دار مباراه جيده. موكوينا في البطوله موالف مر جانبا. في الهلال في اول جوله مر جانبا، قلنا بلي مر جانبا. بما نراه الان اليوم موكوينا دار طري بون بارتي، دار لو رول ديالو اوتون كونترينور ولقى لي سوليسيون. il a fait deux choses. il a pu bloquer الهلال et trouver les solutions باش سجل هدفين وفاز 2-1 واحيا امله بنسبه 100% في التاهل. في المباراه امام سان داونز كان قدم مباراه تكتيكيه من اعلى مستوى، كان غلق الى تو فيروي على سان داونز. والمولوديه كانت الاخطر من حيث الفرص. الجميع ذكر لو لوب تاع فرحات اللي كان قادر يمد الماتش للمولوديه. مولوديه الجزائر في هذه المجموعه اول ربما المباراه اللي راح نتمناو ما تندمش، نتمناو تجيب نتيجه وتتاهل لانها في المركز الثاني. لكن المباراه اللي ممكن تندم عليها المولوديه هي الهزيمه في لوبومباشي امام لوبوبو بهدف مقابل 0. دقيقه 95 لانه لو تعادل فقط كان اليوم يكون رفقه الهلال متصدر ب8 نقاط. شوف هناك مؤشرات توحي بان هذا المدرب محنك تكتيكيا، والذي لا يرى هذا بالعين المجرده يلوم الا نفسه محمد. ولا يفقه ولا شيء في كره القدم، لانه انا ما شاهدته ضد ماموريدو سان داونز حتى في مباراه اليوم. هذا المدرب عنده افكار متغيره متجدده على حسب نوعيه لاعبيه والاستخدامات التي قام بها وكيفيه دراسته للخصوم. يلعب كل مباراه بطريقه، هذا ان دل على شيء فانه يدل انه يحضر مبارياته بطريقه
حتى اليوم سمح في الاستحواذ، لما تشوف نسبه الاستحواذ يسمح في الاستحواذ في نعم كل مره. الاستحواذ فوزي اليوم كان من جانب الهلال 59% 41%. انت في المباراه الماضيه قلت لي كنت حاضر فوق المدرجات وكان غضب من انصار المولوديه في الشوط الاول. تعتقد بأن الأنصار اليوم راضيين فوزي عما قدمته المولودية؟ أظن الفوز مع الهلال الشعب يرضى، ولكن مع اللي نعرفوا الشعب المولودية دائما متعطش الفوز آخر. نعم. والمقابلة الأخيرة اللي تخليك إن تكون ولا ما تكونش. اليوم لازم نعرفوا حاجة محمد في التأهل. عندك المقابلة الأخرى لازم تديرها في مستوى كبير، باسكو غدوه من غدوه ما تكاليفياش الجمهور مم يفرح بك في مقابله يقدر يحزن. اظن باللي الصح كاع المقابله الاخيره هي اللي تكون. ما شاهدته في المباراتين الفاضلتين اتوقع تاهل المولوديه في المباراه الاخيره. ميدو راح تكون مباراه صعبه. نعم. لانه اتوقع تاهل المولوديه. مباراه سان داونز ماميلودي سان داونز عفوا ماميلودي سان داونز امام لو بوبو ماميلودي غدا السبت راح تكون هي اللي تبني عليها كل شيء في المباراة الثالثة، كل الحسابات. لو تنتهي المباراة بالتعادل راح يصبح لو بوبو ب5 نقاط وسان داونز وماميلودي سان داونز ب6 نقاط. راح تكون المباراتين في المجموعة نهائي، لأنه الهلال ب8 ماهوش متأهل والمولوديه ب7 مازال ما تاهلتش. ولو تنتهي تعادل مجموعه معقده جدا. تصور 6 تصبح 5 6 7 8 وكل الانديه تقدر تتاهل. كاع يقدروا يتاهلوا كما كاع يقدروا يقصوا. شوف تعادلين في مباراه الهلال والمولوديه كانت عندها الفرصه باش تتعادل في تلك المباراه او تفوز ولا تخسرش في لو بوبو راك متاهل. لكن الهلال لم يكن الهلال اليوم فوزي. نعم. اليوم كان غايب. نعم. الشوط الاول كان غايب، الشوط رغم عودته في الشوط الثاني. بصح المولوديه كان الافضل. نعم. المولوديه كان الافضل، واظن باللي المولوديه اليوم تستحق الفوز ديالها. تتفق مع ميدو لما قال بن خماسه هو افضل لاعب في الدوري الجزائري؟ او كان هذه قلناها بلا هذا العام. نعم. بن خماسه من افضل اللاعبين في وسط الميدان هو وبلغيت. اظن باللي بالنسبه لي انا بالنسبه لي هضرنا على تتراوي. نعم. هضرنا على فيكتور الكحل. بن خماسه وبن غيث انا بالنسبه لي ما عطاولهمش الفرصه ديالهم، وهما قطعوا لياس باش يكونوا في المنتخب الوطني. الهلال اليوم ايضا ورط نفسه لانه الحسابات تبقى معقده في انتظار مباراه الغد. شوف تبقى له مباراة على ميدانه الهلال في السودان. ليس في السودان، في رواندا. نعم. راهو يلعب في رواندا. صعب مباراة صعبة. شوف في دوري المجموعات المباريات الأخيرة دائما ما تكون صعبة، ولكن أنت تحضر مباراتك حتى في ماميلودي ساوندرز. نتكلم على المولودية الأخ محمد. أنت كيفية تحضير مباراتك أنت راح تلعبها بثقة عالية، فايز في مرتين، وتعرف لما اللاعبين تكون عندهم الثقة ممكن يصنعوا المفاجأة. ما تخسرش. المقابلة سهلة مع الهلال مع لو بوبو. الهلال يفوز على لو بوبو مع آخر مقابلة. وانت دير ماهوش يلعب مع مولودية ولا ماهوش يلعب مع مولودية ولا ساندوس في آخر. لكن المقابلة صعيبة. المقابلة صعيبة. راح تكون ساندوس مع مولودية. ساندوس لو بوبو هي اللي حتوري كل شيء. لو فازت ساندوس مع لو بوبو مولودية تصعب عليها الأمر. لازم تروح تربح في جنوب افريقيا وتنتظر. نتمنى لو بوبو يصنع المفاجأة ضد ساندوس. لازم تربح جوج. لو بوبو صعب المنال في ميدانه محمد. لو فاز على ساندوس اللي عنده 6 نقاط. لو بوبو لو يفوز على ساندوس يصبح ب7 نقاط. والمباراة الأخيرة راح تكون بينه وبين الهلال نهائي. راح يلعبوا بيناتهم امبوسيبل. ما كاش واحد فيهم ما يقدروش في زوج يديو لي بوان. واحد فيهم اللي راح يدي لي بوان ولا تنتهي مباراة متعادلة. اللي هنا يديو نقطة يصبحوا 8 9 نقاط. تبقى تنتظر نتايا لأنك فزت على لو بوبو هنا 2-0 المولودية 2-0. يعني في الجولا فيراج بيناتهم المولودية أفضل من لو بوبو. أفضل نتيجة بالنسبة لمولودية الجزائر هي تعادل ماميلودي سان داونز ولو بوبو. اسمح لي ميدو، إذا تعادل الفريقين يصبح سان داونز ب6 نقاط خلف المولودية ولو بوبو ب5 نقاط. يعني مولودية تقدر بتعادل في الجولة الأخيرة مع تعادل لو بوبو أو خسارته في رواندا أمام الهلال تتأهل المولودية اليوم راح تلاقي شيء آخر أيضا. لو ما تلقاتش